ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض لحمة مشوية في الطاسة، بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان ما بتاخدش معاكي وقت خالص. يعني كده في 10 دقايق بتاكلي احلى لحمة مشوية بدون سلق وبدون فحم وبدون دخان، وكمان هنعملها من غير فرن. احلى لحمة مشوية هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هنعمل جنبها كده صوص تحفة بيتاكل معاها، بيفرق جدا معاها في الطعم. يعني كده من الاخر هنعمل اكلة عظمة. يلا بينا كده نشوف هنعمل الاكلة العظمة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. معايا هنا نوع اللحمة بتاعتي ده عرق فليتو. لازم يكون نوع اللحمة اللي هتشويها يكون بيستوي من النوع اللي بتستوي بسرعة، تمام؟ سواء عرق فليتو او عرق تربيانكو او اي قطعة تكون ما بتاخدش وقت في التسوية. بالنسبة للتتبيلة معايا هنا حوالي نص مج مية البصل. لو مش متوفر هتجيبي بصلاية هتبشريها وتعصريها وتاخدي المية بتاعتها. معلقة صغيرة ونص ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بابريكا. المكونات ظهرت قدامكم اهي. أنا مش محتاجة توابل تاني ولا أي نوع تاني غير الملح والبابريكا والفلفل الأسود. هنبتدي هنا نقطع اللحمة بتاعتنا. أنا هقطعها كده شرايح تكون سميكة شوية، ما تخافيش من السمك بتاع اللحمة، هتستوي وهتبقى حلوة جدا. خلاص، انا بحب اقطعها كده سميكة عشان احس بطعم قطع اللحمة، واحس ان انا باكل قطع لحمة مش باكل ستيك ولا بفتيك ولا بانيه، تمام؟ بعد كده هنحط مية البصل في البولة وهنزل عليها بالملح والفلفل والبابريكا. حابة تزود الكمية تمام، حابة تقلل الكمية تمام، لكن ما تحطيش اي نوع توابل تاني عشان تبان معاكي طعم اللحمة بتاعتك. بعد ما قلبناهم كويس مع بعض بالشكل ده هنزل عليهم بكل قطع اللحمة. شايفين سمك القطعة؟ ما تخافيش منها، هتستوي بسرعة وهتبقى تمام التمام. هنحط كده اللحمة في التتبيلة بالشكل ده وهنقلبها كويس خالص في التتبيلة. ولازم تسيب اللحمة في التتبيلة كده مش أقل من ساعة. فأنا هغطيها وهحطها في التلاجة، يعني كده حوالي ساعة ساعتين زي ما انت حابة. لو حابة تخليها ليلة كاملة تمام، مفيش أي مشاكل. بعد كده هناخدها كده هنسويها. هنروح على النار، هنحط الطاسة بتاعتنا. هنا أنا حطيت حوالي كده نص معلقة كبيرة سمنة، لكن لو انت عندك حتة ليا حطيها بدل السمنة، بتفرق جدا مع اللحمة المشوية، بيبقى طعمها تحفة. بعد كده هنحط اللحمة بتاعتنا كده في الصينية بالشكل ده. لازم هنا النار تكون عالية، ما تكونش النار هادية، علشان اللحمة بتاعتك تاخد صدمة وما تنزلش المية بتاعتها وتفضل محتفظة بالعصارة بتاعتها. خلاص، بعد ما حطينا كده اللحمة في الطاسة اهو بالشكل ده هنسيبها كده لغاية ما تتشوح شوية. وبعد كده هنحضر الطبق اللي انا هطلع عليه اللحمة بتاعتي. هجيب بصلاية كده كبيرة، هبدأ اقطعها. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، شرايح رفيعة، تمام؟ انت حابة تقطعيها جوانح، تقطعيها ترانشات، تقطعيها مكعبات كبيرة، يعني زي ما انت حابة. المهم بصلاية هتقطعيها. بعد كده هبتدي اتبل البصلايه دي بحوالي كده ربع معلقه صغيره من الكمون، على ربع معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه، على ربع معلقه صغيره كده من الملح. وهتبل بيهم البصلايه كده، هدعكم كويس خالص. بالامانه الحركه دي في البصل مع اللحمه المشويه بتبقى طعمها تحفه. دعكناها كويس خالص بالمنظر ده. بعد كده هنركنها على جنب لغاية ما نسوي اللحمة. هنبتدي هنا نقلب اللحمة. شايفين اخدت لون ازاي وبدأت تتحمر معايا اهي. زي ما قلت لكم النار بتكون عالية، ما تهديش النار. خلي النار عالية على اللحمة بتاعتك. لو انت خايفة ان هي تتحرق معاكي او ما تستويش ممكن تخلي النار وسط، لكن ما تهديش النار. هتقلبي فيها كده يعني شوية على الناحية دي وشوية على الناحية دي. لو انت خايفة ان هي ما تستويش معاكي ممكن في النص كده تغطيها، بس كده حوالي 5 دقايق. بعد ما تغطيها ترجع كمان تعريها وتكمل التسوية بتاعتها. هي بالأمانة ما أخدتش معايا غير 10 دقايق تسوية وبيبقى طعمها تحفة. خلاص هي كده استوت معايا اهي. هوريكم التسوية بتاعتها. شايفين؟ يعني ما اخدتش وقت ومحطتش اي حاجة عليها تاني. هي بنفس التتبيلة بتاعتها، لا حطيت اي حاجة ولا توابل تاني ولا اي حاجة. حابة تطلعيها ولونها فاتح كده تمام، حابة تحمريها زيادة تمام، يعني زي ما انت حابة. طلع اللحمة بتاعتك. بالنسبة للصوص بتاعنا اللي احنا هنعمله، دول معلقتين من الدقيق كبار. هحط عليهم كده حوالي نص مج من المية. هدوبهم كويس خالص، انا مش عايزة فيها تكتلات، يعني كده دوب الدقيق كويس مع المية. هنركنهم لغاية ما نطلع اللحمة كده من الطاسة. شايفين منظر اللحمة؟
بالأمانة ريحتها كانت جايبة آخر الشارع، بيبقى طعمها تحفة. شايفين المنظر؟ خلاص كده اللحمة استوت. هنبتدي نعمل الصوص في نفس الطاسة على النار برضو بتكون عالية. هنحط كده حوالي مج من المية. هنقلب كده المية في الطاسة بحيث نطلع كل اللي كان في الطاسة ده مكان اللحمة. هنسيبها كده لغاية ما تغلي، وبعد ما تغلي بمضرب كده او بالبتيولة او اي حاجة هبتدي انزل الخليط اللي انا عملته اللي هو الدقيق والمية على المية اللي في الطاسة، وهقلبها كده على طول. في المرحلة دي هدي النار، لان طبعا الخليط اول ما بينزل بيبدأ يتقل معايا، فعشان ما يعملش معاكي تكتلات فخلي النار بتاعتك هادية. شايفين؟ ادي هنا اهو الصوص جاهز معايا. هنبتدي طبعا نشوف الملح، محتاجين هنزود ملح، حبة كمون كده عشان تتطعم معانا، حابة تحطي مكعب مرقة لحمة تمام مفيش اي مشاكل، بس انا ما حطيتش ولا مكعب مرقة ولا اي حاجة وكان طعمها تحفة. خلاص كده الصوص جاهز معايا. هنحضر اللحمة بتاعتنا. الطبق بتاعنا حطينا كده حبة خضرة، شبت على كزبر على بقدونس، وكمان البصل اللي احنا مقطعينه جوانح بالشكل ده، وحبة خضرة كمان، وهنرص عليها اللحمة بتاعتنا. اوريكم هنا التسوية بتاعت اللحمة، وشايفين سماكة القطعة مستوية وطعمها كان تحفة، وفي نفس الوقت القطعة سميكة، يعني هتحس ان انت بتاكلي قطع لحمة مش بتاكلي بفتيك ولا ستيك. هنحطهم كده في الطبق بتاعنا على البصل والخضرة. بالأمانة البصل والخضرة مع قطعة لحمة كده في رغيف عيش كان طعمها تحفة. اللي ما جربش اللحمة المشوية بالطريقة دي جربها وإن شاء الله يدعيلي، ومستنية آرائكم ومستنية كومنتاتكم، لأن فعلا كلامكم بيفرحني. أحلى لحمة مشوية عملناها، ما خدتش معانا وقت خالص، أكلة سهلة وبسيطة وطعمها حلو جدا. شايفين منظر اللحمة؟ حاجة كده خرافة. طبعا عيد بقى وبنحب ننوع في الأكل، فدي أكلة مختلفة، اللي ما عملهاش قبل كده يعملها وإن شاء الله يدعيلي. وادي كمان الصوص بتاعنا اهو جهز، برضه هنغرفه في الطبق بالشكل ده. بالأمانة طعمه بيبقى حلو جدا، يعني كده مقارب للكشك اللي هو كشك الألمازة أو كشك ألماظ، يعني نفس الطعم، بس كده حاجة سهلة وفي نفس الوقت بتكون طعمة وطعمها حلو جدا. حابة بقى تعملي مكرونة، حابة تعملي رز، حابة تعملي بطاطس محمرة، يعني أي نوع انت حابة تقدميه معاهم قدميه. أنا كده كنت عاملة مكرونة عشان خاطر الأولاد، بس بالأمانة ما أكلوش مكرونة وأكلوا باللحمة والبصل والخضرة والصوص بتاعها، وبس على كده. أكلة حلوة جدا، جربوها. وده كان فيديو النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصل لكم كل جديد. أحلى لحمة مشوية عملناها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، جربوها وإن شاء الله تعجبكم. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سونا. أشوفكم على خير. باي باي.